ولا خدامين ولا شغالين ولا أصحاب ولا بهايم حتى. بص، أنا ما عندكش غيري دلوقتي. حد من اللي عدوا على كورونا الصعبة قال لي أنا قعدت شهر في العناية المركزة، ربنا بيقول لي ما فيش غيري دلوقتي. وقال لي طبعا أنا شايف اللي حواليا بعضهم بيسافر، فايه من هنا على السما، فتفضلي بقى لسه فيك شوية دماغ، ما فيكش نفس تتكلم بس فيك دماغ، أنا وأنت وبس. هستفرد بيك عشان أقول لك أنا بحبك وأنت مش راضي تسمعني، وأنت بتسيبني أنا مش بسيبك. وطبعا لما عدت على خير يعني فرحان جدا بأنه ربنا قبل توبته. إذا أنا الرب، يعني ما ينفعش تبص على حد غيري بقى، خلاص ليس إله غيري، ليس مخلص غيري. كفاية ماما، وكفاية جده، وكفاية فلوسك، وكفاية دماغك. مفيش، خلاص مفيش غيري. واللي حواليك خراب، تعابين وعقارب، بس أنا بقى أغير ده كله ويبقى المشهد مختلف. قال له الكلمة اللي ما كانش يتوقعها: أنا معك، أنا لن أتركك، أنا مش هسيبك. طب بس أنا وحش قوي، أنا أسوأ واحد في العيلة دي. عيسو أطيب مني على فكرة، أنا ضحكت عليه، صحيح شراني وعاوز يموتني بس أنا كذاب وغشاش. أنا هكون معاك وحافظ عليك منين ما تروح، وهرجعك تمام، ولن أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. لن أتركك، هي موضوع مؤتمرنا، مش هسيبك. بس أنا وحش، معلش يا حبيبي، برضو مش هسيبك، مش هسيبك، وراك لغاية ما اظبطك. الألم اللي انت خدته بإيدك التانية، يعني انت اللي ضيعت على نفسك كل حاجة، أنا مستعد أصلح معاك بس نبتدي. وفكروا بأبوه إبراهيم وإسحاق، عاوز يقول له على فكرة هما ما كانوش صح على طول، بس أنا ما سبتهمش. عدت عليهم أيام صعبة، هما كمان وقعوا في الكذب في وقت، بس أنا ما سبتهمش. إذا كنت شايفهم عمالقة يعني قديسين كبار قوي، هما ما كانوش قديسين طول الوقت، أنا ما سبتهمش وأنا كمان مش هسيبك. وبعدين قال له يلا روح بقى بيت بتوئيل أبي أمك، خد لنفسك زوجة من هناك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا. ده كان كلام مين؟ كلام أبونا إسحاق قبل ما يمشي يعقوب، هو زعلان منه، وأكيد يعقوب باصص لزعل إسحاق منه، عينيه بتقول له ليه عملت كده، ليه سرقت أخوك. لكن أبونا يعني إسحاق قال له كلمة بركة، قال له روح بيت أهل أمك يا ابني، لأنه وضع غلط، خطر دلوقتي. الله القدير يباركك ويجعلك مثمرا، يكسرك فتكون جمهورا من الشعوب، يعطيك بركة إبراهيم ليك ولنسلك معك، لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. إيه ده يا بابا، هو أنت كمان بتدعي لي بعد كل اللي عملته؟ يا ابني أنا أب. هنا غالبا يعقوب ابتدى يفهم يعني إيه الأب. الأب الصح ما بيعرفش يشيل جواه، لازم يسامح ولازم يدعي لأولاده بالبركة مهما عملوا فيه. إذا كان إسحاق حلو كده كأب، استحملني وسامحني، أكيد اللي خلقه وأب كل البشر أحلى من كده. فلا إسحاق وهو بيودعه مش مركز على غلطته وبيدعي له بالبركة. صرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. هنا لما سمع كلمة بركة إبراهيم تبقى معاك، دي اللي كان اتمناها من وقت طبق العدس، لسه البركة ما راحتش حبيبي. طب ده أنا رايح بلاد بعيدة، البركة معاك، ورايح نتيجة عملي، البركة معاك، بس امسك فيها. البركة عاوزة واحد يقدرها ويمسك فيها. بس إن كان على ربنا بيقول لك إيه؟ لن أتركك. دارت الأيام. الحقيقة يعقوب ده يعني إيه؟ أنا مش هسيبك. اللي يدرس بقى حياة يعقوب مع لبان، يعقوب خد على دماغه بس ربنا ما سابوش. اشتغل 7 سنين واتضحك عليه، خد ليه أو ده اشتغل 7 سنين وأخيرا خد رحيل، وبعدين اشتغل له 6-7 سنين عشان برضه يصرف على عياله. لكن في كل ده ربنا ما سابوش، لقى البركة، لقى النجاح، لقى الخير، لقى الغنى،
لقى الزوجة المحبوبة، لقى عيال، عمل أسرة، كانش يتصور انه هيعيش اساسا لده كله. ففي ودانه الصوت الجميل اللي بيقول له انا ما سبتكش ومش هسيبك. وبعدين وصلنا لمرحلة بقى ايه، أزمة جديدة بقى. أصله خاله ما مش زي أبوه، خاله ده بتاع فلوس وخاله عاوز الدنيا، ودلوقتي يعقوب منافس وعيال خاله بقوا طمعانين في حاجة يعقوب واخواتهم البنات. طبعا نواله بقى نية وحشة، فالمهم يعني يتخانقوا شوية، وبعدين ايه قال له انت تروح كده وانا اروح كده، وابتدى يرجع يعقوب ناحية عيسو. مضطر يرجع لأنه رايح بقى يشوف أبوه عايش ولا لا. فسمع أن عيسو جاي، فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو قادم للقائك و400 راجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر. ساعات الواحد يكتشف أن في مشكلة قديمة رجعت بعد 20 سنة، فضيحة بقى، مصيبة كانت الأيام غطتها، إنما إيه فجأة بتطلع تاني وبحجمها البشع. والخسائر النهاردة أكتر من خسائر زمان. زمان لو كانوا موتوني كنت بطولي، دلوقتي هيموتوا العيال بسببي. خاف جدا وضاق بي الأمر، وقسم الناس بقى إيه مع الغنم والبقر والجمال، وقال لو جه عيسو للجيش الأولاني وضربوا الباقيين يكونوا جريوا. يعني مخه ابتدأ تصور، واحد بيتخيل بقى نص عياله يتموتوا وبعدين النص التاني يلحق يجري. ايه ده، مين يتحمل حتى التفكير ده؟ وقال يعقوب، هنا بقى يعقوب صلى، يا إله إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك. ربنا قال له ارجع، فيعقوب بطل يتحرك غير بأمر إلهي. فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. أنا صغير قوي، أنا ما استاهلش كل اللي أنت عملته، أنت كنت أمين وقلت لي مش هسيبك وما سبتنيش. ودليل أمانتك أني بعصايا عبرت هذا الأردن والآن صرت جيشين. يعني ما كانش معي غير عصايا، دلوقتي معي جيش عيال وغنم. نجيني من يد أخي، من يد عيسو لأني خايف منه، يأتي ويضربني الأم مع البنين. وأنت قلت أني أحسن إليك وأجعلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. هنا تحسوا يا حبايبي يعني بالمعنى بتاع المزمور، خطايا شبابي وجهلي لا تذكر. مرة واحد كبير في السن قال لي أنا كل ما أقول الجملة دي في المزمور ببكي. عمري ما كنت شايف خطاياي بتاعت شبابي حاجة كبيرة. دلوقتي وأنا مقرب على الموت مش مستحمل ذكريات الخطايا دي.